خلق الله حواء لتكون سكنا وعونا لآدم في الحياة، وتشاركه وتساهم معه في كافة مجالات الحياة ومن أجل تذليل العقبات. فعلى الرغم من أن بعض المجتمعات شهدت تطورا ملحوظا في قضايا المرأة، إلا أن ذلك لا يعني أصبح الطريق أمامها مفروشا في الورود. ما زالت هنالك الكثير من الفتيات والنساء يتعرضن إلى الكثير من المشاكل والمعوقات، فالموائمة بين العمل وكذلك الحياة مع الأسرة والزوج فأصبحت تضيق الخناق عليها. ففي هذا البرنامج سوف نسلط الضوء على أبرز المشاكل التي تقف أمام تطور المرأة، لعلنا نكون سببا في حل هذه المشاكل. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سوف نتناول موضوع هام جدا وبات منتشرا بشكل واسع في المجتمع، وهو موضوع الطلاق. وفي هذا الخصوص هذا الموضوع سوف تنضم معي كل من المحامية والناشطة المدنية رشا التميمي، وكذلك الباحثة الاجتماعية إيمان حسين أسود. أهلا بكما في هذه الحلقة. أهلا بك. بداية، وبحسب آخر إحصائية لمجلس القضاء الأعلى تبين أن هناك أعداد باتت كثيرة، وهي وصلت إلى حد 6330 حالة طلاق في المجتمع، أي حوالي في كل ساعة تحدث 9 حالات طلاق تسجل في المحاكم. بصورة عامة، ما هي أبرز أسباب هذه الزيادة التي حصلت في أعداد الطلاق؟ نعم، بصراحة هذا العدد مخيف ومرعب للمجتمع. يعود سبب تزايد حالات الطلاق إلى الوضع الاقتصادي في البلد بسبب الحروب المتتالية والخلافات السياسية الموجودة، مما يؤدي إلى البطالة والفقر. إضافة إلى الوضع الاقتصادي، هناك أسباب عديدة، منها زواج القاصرات والزواج المبكر ودور الأهل وتدخلهم في العلاقة الزوجية. أسباب كثيرة إن شاء الله نتناولها بالحلقة. إن شاء الله. أكو أسباب أخرى عندك تحبين تضيفيها؟ أكيد ست. أيضا يعني هو إحنا ازدياد حالات العنف بالمجتمع، يعني واحدة من أهم المسببات للطلاق العنف، وخلينا نسميه زيادة الوعي لدى بعض النساء وبعض المتزوجات. يعني بالفترة الأخيرة قامت تحكي النساء، كسرت حاجز الصمت وبدأت تطالب بحقوقها، وهذا أكيد بفضل الوعي القانوني اللي صار متعارف عليه لدى فئة معينة من المجتمع. ما نقدر نقول الكل، يعني أكو بعض نسبة ما تعرف شنو اللي إلها بعد الزواج أو بعد الطلاق، فتخاف حتى إنه هي تطلب. لكن ذول اللي وصلوا لمرحلة إنه وصلت محكمة وطالبت بحقوقها، فالحمد لله عندنا نسبة معينة بدأت تعرف شنو حقوقها وتطالب بها. نعم، لكن هو أبرز أسباب التي تؤدي إلى حالات الطلاق وزيادتها بالمجتمع حاليا هو تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على العوائل بشكل عام. وهل هناك ربط بين مواقع التواصل الاجتماعي على ازدياد حالات الطلاق في المجتمع حاليا؟ نعم، أكيد لمواقع التواصل الاجتماعي تأثير كبير في حالات الطلاق اللي موجودة اليوم بالمحاكم، مما يسبب سهولة الخيانة الزوجية، إضافة إلى الوعي المفاجئ اللي دخل للمجتمع العراقي تحديدا، مجتمع محافظ يعني وعنده تقاليد. قلة وعي من قبل لا، كان اكو وعي اجتماعي محدود للمجتمع العراقي. بدخول مواقع التواصل الاجتماعي صار هذا الوعي دخل بشكل مفاجئ للمجتمع. مدى يعرف الأسرة العراقية، مدى تعرف شلون تتعامل ويا مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ما يروج له من مسلسلات وأفلام، والمشاهير اللي موجودين على السوشيال ميديا ينقلون واقع افتراضي ما موجود بالأسرة. فالزوجة أو الزوج اللي يشوف المشاهير اللي موجودين يتخيل انه لما حيتزوج حتكون الزوجه بهذه الهيئه بهذا الشكل المثالي اللي هو ما موجود. المراه تولد، المراه تقعد الصبح مو مثل ما من تريد تطلع شيء طبيعي، فيتفاجئ بالحياه اللي حيعيشها بعد الزواج. فهذه يعزى الى عدم استعمال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صحيح، والادراك الغير صحيح
لهذا الواقع الافتراضي اللي الزوجة أو الزوج يريد ينقله لحياته الطبيعية. نعم، أنت ذكرتي حضرتك نقطة كلش مهمة، هو قلة وعي من قبل بعض العوائل لكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بصورة صحيحة. طبعا هي وسائل التواصل الاجتماعي مو فقط يعني سلبية، لها تأثيرات سلبية، لكن لها تأثيرات أيضا إيجابية كثيرة. لكن قلة إدراك وقلة معرفة التعامل، كيفية التعامل مع هذه المواقع، نريد نخلي شلون نقدر نخلي العوائل، يعني شلون نوعيها ونقدر نخليها تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي. يعني كيف تحصن نفسها العوائل من التأثيرات السلبية لهذه المواقع؟ الانترنت بشكل عام هو سلاح ذو حدين، احنا عندنا ذكرتي حضرتك عنده جانب سلبي وايضا عنده جانب ايجابي. كثير من الدول المتقدمه اليوم تركز على الجانب الايجابي، بينما الدول الناميه وللاسف العراق واحد من عندها بعد يتخذ الجزء الاكثر ضررا والجانب السلبي. احنا حالات اللي تصير عندنا من الطلاق ومن عندها الخيانه الالكترونيه ايضا بها ابتزاز الكتروني. كثير من الشابات اليوم تتعرض للابتزاز الالكتروني بعيدا عن الزواج، يعني احنا حتى المراهقين والمراهقات ما يعرفون الحمايه الرقميه لاجهزتهم، شلون اخلي حسابي يعني اقوي وما اخليه يتهكر، ما اخلي شخص يعني يسحب صوري من الموبايل، وهذا ايضا يعني موضوع ممكن نركز عليه بالمستقبل. لكن حاليا مثل ما حضرتك تفضلتي بازدياد حالات طلاق على مود ابتزاز المواقع الالكترونيه، هي احنا زياده الوعي تيجي اول شيء من الدوله، هذا جزء كبير يقع على عاتق التربيه والتعليم، على عاتق حتى بالمراكز الثقافيه اللي عندنا، دور الشباب والرياضه، كل مكان، حتى المحاكم. يعني احنا عندنا الجانب القانوني، المفروض انه احنا نعرف لما اليوم اذا صارت عندي زوجي او الزوجه او اي واحد من الازواج هو اللي سوى خيانه، شلون يثبت هذا الشيء بالمحكمه. يمكن ست رشا اكثر خبره من عندي بهذا الموضوع، انا راح احكي عن الجانب الاجتماعي. هي يمكن فقط راح اذا شافته مراسلات يعني او شيء. بالجانب الاجتماعي شنو هي المشاكل اللي تواجه الاسر من مواقع التواصل الاجتماعي؟ شنو هي ابرز المشاكل الاجتماعيه احنا نحكي، ما نحكي غير عن الخيانه الزوجيه؟ نعم. هو سوء استخدامه، مثلا اني مثل ما ذكرت يعني ست غطتها بشكل وافي، كثره متابعات الثقافه اللي خارجه عن المجتمع اللي احنا عايشين به، ثقافه تركيه، ثقافه اجنبيه، ثقافه يعني متابعتهم للمسلسلات، واقارنها بواقعي، واطلب من الزوج فوق طاقته، ممكن هو عنده دخل مادي محدود، بينما هي تشوف الممثله الفلانيه سوت العمليه الفلانيه التجميل، هي هم تريد نفسها مع المشاهير، او هو مثلا معايير الجمال اختلفت حاليا عندنا، صار الكل يدور على الصوره المثاليه، عدم الرضا والقبول بالواقع الموجود. يعني احنا دائما يعني نشوف الاجداد والسلف شلون كانوا عايشين. طبعا كل مجتمع وكل زمن وله متطلباته الخاصه به، لكن اهميا نراعي ظروف البيئه اللي انا عايشه بها، ما اطلع خارج حدود البيئه مالتي. اكيد يعني عايشه على سبيل المثال بكركوك بداخل مدينه محدوده مواردها، ما اطلب من عنده شيء اقارن نفسي بامراه عايشه بمستوى مادي معين بدوله متقدمه. فلازم المستوى الادراك والوعي يكون عند الاثنين، الزوج والزوجه، وبالتالي الاطفال راح يتاثرون. يعني احنا اذا كنا عايشين ببيئه يوميه مشاكل الاب والام، اطفال ايش راح يصير بيهم؟ راح تصير عندهم حالات تروما، صدمات، كآبه والى اخره. فبالتالي حتى العلاقه داخل الاسره راح تتفكك نتيجه التشبه او المطالبه بعالم خيالي واحنا عايشين بواقع يختلف عننا. المراه عندما تنظر الى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي تبدا تقارن حياتها مع حياه المشاهير، وهاي حياه المشاهير هي اكثرها يعني تقريبا 50% هي مزيفه غير حقيقيه خلف الكاميرا. هم هاي شغلهم فقط اعلانات، فيظهرون للعالم بهذا الشكل ويظهرون فقط حبهم، نسبه حبهم للرجال، ما يقولون وراء الكاميرا خلف الكواليس شنو اللي يصير بيناتهم، شنو اللي يدور داخل البيت، شنو اللي يدور، ما يظهروا للعالم. لكن المراه من تجي تنظر الى احدى المشهورات تتابع حياتها، تقول تبدا تقارن حياتها مع حياه الاخرى المشهوره، تبدا تقول ليش انا هيك. ممكن نوجه دعوه للمشاهير اللي موجودين، ينقلون واقع حقيقي بشكل بسيط. العائله العراقيه شلون تعيش، ممكن تصير مشاكل، شلون تنحل هذه المشاكل. صحيح. مو
واقع افتراضي. هناك مشاكل صحيح بسيطة جدا. نعم. تلجأ المرأة والرجل إلى المحاكم والطلاق. هذه تلجأ بسبب صغر أعمارهم. حاليا الأعمار تتفاوت من ال 16 إلى ال 21 كنسبة 90% الزواجات اللي تصير بالمحاكم. فهذا عمر نعم. قليل الإدراك. نعم. ما يقدر يواجه الحياة الزوجية، ما يقدر يكون مسؤول عن يعني عائلة. هنا أنت وصلتي نقطة دور المحكمة هنا، الباحثة الاجتماعية خصوصا، شلون تتعامل ويا هذه الدعاوى المقدمة اللي تكون تخص مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيراتها؟ يؤدوا يعني يوصلوا لمرحلة يقولون احنا راح نروح للمحكمة نتطلق. السبب كلش بسيط، يعني احتمال إذا تقعد وياهم باحثة اجتماعية تقدر توصل وياهم الحل وتخليهم يتراجعون عن هذا القرار اللي هو قرار كلش صعب مو هين على الشخصين، والأكثر شخص متضرر هنا هو الطفل، خاصة إذا يكون طفل بيناتهم. يعني ما هي دور المحاكم هنا؟ المحاكم لها دور كبير، وغالبا دعاوى الطلاق أو التفريق تأخذ وقت نعم. كبير. مو بالسهولة يكون التفريق داخل المحاكم. وتعرف ست إيمان، تعرف أكو مرحلة اسمها البحث الاجتماعي، يعرض الزوجين البحث الاجتماعي، تطرح مشكلتهم أمام الباحث أو الباحثة الاجتماعية، تحاول بإصلاح ذات البين بيناتهم، تقريب وجهات النظر، حل المشكلة اللي موجودة بيناتهم. هذا إذا كان الطلاق داخل المحكمة، ولكن المشكلة الكبرى إذا كان الطلاق خارج المحكمة. يجي مجرد التصديق. الطلاق خارج المحكمة يكون جدا سهل، مكاتب موجودة تدور ربح مالي، يكون الطلاق بشكل جدا بسيط وسهل وبدون بحث اجتماعي وبدون حتى محاولة إصلاح ذات البين. فهي هاي المشكلة، وهذه ممكن أخليها سبب للحد من حالات الطلاق بغلق هذه المكاتب، مكاتب الطلاق خارج المحاكم. زين، اكو دورات خاصة حتى تطور من قدرات الباحثة الاجتماعية أيضا، لكن هي يعني مو بس تكون باحثة اجتماعية، لكن يجب يعني مع تطور الوقت أيضا لازم تدخل دورات جديدة الباحثة الاجتماعية حتى تقدر تمتص هذا الغضب اللي هم بداية يجون. واكيد احنا كباحثات اجتماعيات وباحثين اجتماعيين نشتغل بالقطاع الخاص اللي هو تابع لمنظمات المجتمع المدني. فاحنا اليوم ما نمثل الباحث الاجتماعي اللي هو متعين على المحاكم العراقيه، لان ذولا بحثا اخر. احنا اللي يوصلنا من قبل الحالات انه هو مجرد اجراء روتيني، تروح الزوجه او الزوج يقعدون يم الباحث مثل ما ذكر ست رشا قبل الطلاق، شنو اسباب الطلاق، موافقه انت، هو يريد وهذا توقيع والى يعني اخره. اذا ماكو دورات حتى تطور من نفسها الباحثه الاجتماعيه. للاسف هذا يعتمد على مدى توجه الحكومه او الدوله او المحاكم بمجلس القضاء بعلاقه الباحثين مع الاشخاص اللي يقدمون على الطلاق. لكن احنا بالنسبه لنا كقطاع خاص ندخل الحاله، احنا عده جلسات دعم نفسي نسميها وترفيهي والى اخره، قبل لا انه نحيلها للمحاميه اللي مثلا موجوده من ضمن المنظمه او بتعاون ويا المحاكم. فهنا هاي الجلسات دورها انه تسوي تفريغ للحاله. اكيد اكو اشخاص مختصين فقط هم اللي يقومون باستقبال الحاله واداره الحاله، تشمل عده خطوات، كل خطوه تاخذ ممكن جلسه جلستين بالاسبوع. فهاي الجلسات هي تراجع نفسها بي وتتخلص من الطاقه السلبيه اللي عندها ومن الاسباب اللي ادت بي بالضبط العفو، الضغوطات اللي وصلت بها اليوم مثل الكأس الممتلئ. التفريغ هذا كلش مهم. فالاستماع الفعال للحاله عنده جزء ودور مهم بحل او نوصل لنتيجه ترضي الطرفين. احنا ما نعطيها اي حل ولا نوعدها به ولا نوجهها، احنا فقط مثل البيئه اللي راح تحتويها خلال هالفتره، فتره اللي هي اتخاذ القرار. فهي كل مره راح تجي احنا نلاحظ التغييرات اللي تكون عليها، حتى ايضا بمستوى المظهر الخارجي. اول مره تجي الحاله تكون ما مهتمه بنفسها وكلش نفسيتها يعني متاثره بالمشاكل اللي عندها. بعدين ثاني جلسه ثالث جلسه انا الاحظ عليها حتى اختيارها للالوان يبدا يختلف، اهتمامها بشكلها. اذا هنا دور كبير للباحث الاجتماعي اذا كان متفعل بالشكل صح. وهذا يعني انا اقول الحمد لله انه عندنا منظمات المجتمع المدني اللي تدعم هذا الجانب بالمجتمع، لكن تبقى دور المحاكم والمجلس القضاء ويا الباحثين اللي داخل المحكمة. نعم، هسه نريد نعرف دور الحكومة الآن. هل هناك قوانين مشرعة حتى يعني تحد من تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على العوائل، أم هناك ضعف في تشريع القوانين، أم ضعف في تطبيق تشريع القوانين الخاصة بهذه التأثيرات؟ آخر شيء اللي ذكرتيه اللي هو ضعف في تطبيق القوانين. يعني أكو قوانين مشرعة، أكو قوانين مشرعة عندنا موجودة، بس ضعف في تطبيق هذه القوانين، وضعف المجتمع في معرفة هذه القوانين حتى يعرف شلون يستخدمها.
فهذه القوانين اذا ما تكون عندي معرفه بها انا ما راح اعرف استخدمها. والقانون ما يجي يقول لك، او القضاء ما يجي يقول لك انت عندك هذا الشيء تقدر تستخدمه او هاي الفقره تستخدمها لصالحك. لازم المواطن نفسه يعرف شلون يستخدم هذه القوانين، وهذه شلون تجي. لازم اسوي توعيه، وهذه التوعيات وين ممكن تكون؟ ممكن تكون بالجامعات. لازم بالجامعات اسوي دورات وندوات تثقيفيه توعويه حول هذه القوانين وكيفيه استخدامها حتى اقدر اطبقها بالقضاء بشكل سليم. يعني اوجههم للطريق او المسلك تقدر الصحيح. توصل للجامعه حتى تدخل في هذه الدورات. اكو ناس عايشه خارج المدينه احتمال نعم. عندها قله وعي بمواقع التواصل. بصراحه منظمات المجتمع المدني منقصه بهذا الجانب، موجوده في الاقضيه والنواحي، موجوده في القرى، ودعمها موجود ويمكن اكثر. هي حاليا نعم. تشتغل بهذا الشأن، يعني يطلعون خارج المدينه. نعم. يشتغلون تكمله بالريف. ذكرت زميلتي نعم. رشا بالضبط. احنا عندنا نسميه فرق ميدانيه. الفرق الميدانيه هي مؤلفه عاده من 6 الى 8 اشخاص، كل فريق يكون مؤلف من يا اما 2 بنات او ذكر وانثى على مود التوزيع الجندري للفرق اللي تطلع. حتى الرجال يستخدمون جلسات التوعيه ويا الذكور الموجودين، والنساء تستقبل النساء. اكو اعداد كبيره يعني نعم. تدخل بهذه الدورات. يعني ما انطيك رقم، لكن احنا سنويا مثلا مطالبين ب 25,000 اعداد توعيه. فهاي انت تقسمينها بشكل يومي، يطلع عندك 25 لكل باحث او باحثه موجود يسوي جلسات توعيه على مدار الاسبوع من الاحد للخميس. والمنطقه نفسها لازم تشتغلين عليها على الاقل 6 شهور، يلا تتركين اثر. لانه انا اليوم من اروح المنطقه ريفيه على سبيل المثال للحصر، وعائله هي يمكن اللي يدرسون بها 1 أو 2، والجده تكون اميه والام ثقافتها محدوده، واجي اقول لها تزويج قاصرات، زواج خارج المحكمه، راح تقول لي انت تحكين، احنا متعودين انه نجيب المله ونقطع مهر وها هي البنيه كبرت. فهذا يتطلب من عندي جهد ونزول لمستوى الشخص اللي انا جاي انطي له جلسه توعيه، التحدث، اللهجه، الكلام، الجمل اللي نعطيها، هاي كلها لازم تدرسينها قبل لا احنا نطلع للجلسات ونكسب ثقة المقابل. شلون هم يفتحوا لي بيتهم واني ادخل بصفتي باحثة اجتماعية واجمع افراد الاسرة وانطي لهم هذه المواضيع. فهاي تحتاج علاقة مستدامة مسبقا حتى هم يستقبلونا. فمنظمات المجتمع المدني وخصوصا على المناطق المحررة دا يشتغلون بكثافة، حتى بداخل كركوك موجودين. الشرطة المجتمعية دا تساندنا فقط كلش. داخل كركوك لو اكو خارج؟ داخل كركوك اكو. يعني مثلا احنا كجمعية امل عراقية عندنا مركزين، مركز الارشاد الاسري الاول اللي هو صاير قرب القشله، والمركز الارشاد الثاني بشركه طارق. فهاي المراكز شغلتها انه هي الفرق الميدانيه اللي تسوي جلسات توعيه تستقطب بها حالات المعنفه من النساء ومن الفتيات، فبالتالي يحيلونهم للقسم القانوني المحاميه. هنا يا ريت اذا تسمحي لي، يا ريت هذا دور الباحث الاجتماعي اللي يكون بالمنظمات بالقطاع الخاص يا ريت ينقل الى الباحث الاجتماعي اللي موجود بالمحاكم، لان البحث الاجتماعي اللي موجود بالمحاكم هو اجراء روتيني جدا، يعني مو بهالطريقه هذه اللي تقوم بها ست. نعم. فهذا الدور يجب ان يكون داخل المحاكم ايضا بهالطريقه هذه، ما يكون اجراء روتيني. هذا ممكن يحد الى حد ما من حالات الطلاق. يعني قصدك انه مو فقط تنقل الاحداث اللي تشوفها حضرتك باحث اجتماعي، يعني اغرب حاله طلاق او اغرب مشاكل شفتيها سواء حضرتك او انت، اغرب حاله طلاق شفتوها يعني صارت تقولون يعني على سبب ما يسوى، يتجهون للمحكمه ويتجهون للباحثه الاجتماعيه وتصبح هي مو عندي، صارت عند زميل الي حاله طلاق يعني بسبب مواقع التواصل، يعني احنا نحكي هنا. نعم. اي بسبب مواقع التواصل. ذكرها احد الزملاء لي حاله طلاق بسبب الغيره على مواقع التواصل الاجتماعي، على اللايك وعلى الكومنت اللي يصير، والمراه طلبت الطلاق بسبب هذا الموضوع، او بالاحرى مو هي طلبت الطلاق، الزوج حس انه هو خلص ما يتحمل غيره المراه، فراح يطلقها بالمحكمه. وهنا قال انا مستعد ما اخلي زوجتي تروح طبعا اكو حب بيناتهم، للعلم كلش اكو حب بيناتهم، لان هو ما كان يريد يعذب زوجته وتروح على النفقات وتمشي بالمحكمه وتعرف اجراءات النفقه كلش مطولة. يعني كلش مطوله ومتعبه للزوجه المطلقه.
فقال انا مستعد قد نفقتها انا هسه ادفعها. يعني هو اكو حب بيناتهم، اكو حب بس لسه مستمر، بس بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، اللايك والكومنت ومنو هذه ومنو ما صح تصلح بيناتهم. يعني تقريبا هنا القاضي دخل بيناتهم. نعم دخل بيناتهم. نعم. هاي بجانب مواقع التواصل الاجتماعي نجي الى موضوع اخر وهو ايضا منتشر بشكل كبير، وهي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، حيث بدأت أيضا منتشرة بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. شنو يعني الشخص من يتعرض إلى ابتزاز إلكتروني شنو الشيء اللي لازم يسويه؟ مباشرة أنت ماكو فرق. مباشرة التواصل مع الشرطة المجتمعية. نعم. الشرطة المجتمعية لها دور كبير بالذات بكركوك، لها دور كبير في موضوع الابتزاز الإلكتروني، وفعالة جدا، فعالة بشكل حقيقي. فأي شخص يتعرض للابتزاز الإلكتروني يقدر يتواصل مع الشرطة المجتمعية وحتقوم بالواجب. عذرا عن المقاطعة، عفوا، بس نروح فاصل مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وراجعين من بعدها. رجعنا من بعد الفاصل مشاهدينا الكرام ونكمل باقي حديثنا. ما مدى تأثير الابتزاز الإلكتروني على زيادة نسب الطلاق بالمجتمع؟ نعم صراحة للابتزاز الإلكتروني تأثير كبير في هذه الزيادة في حالات الطلاق. هم نرجع ونقول بسبب قلة الوعي في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المعرفة المحدودة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا أنا أحب أركز على نقطة مهمة، يعني نهائيا الخضوع، يعني يمنع الخضوع لمتطلبات المبتز. يعني يقول لي دزي صور، اكو بعض البنات عندهم خوف ما يروحون للشرطة المجتمعية، ما يصير. نعم. الشرطة المجتمعية أسلك طريق الشرطة المجتمعية هو أسلم وأنجح طريق. أنا راح أتخلص من المبتز لأنه عندهم تواصل مع المعلومات، شلون يقدرون يجيبون المعلومات. ونحب نقول لهم إنه الشرطة المجتمعية ما راح يعلنوها بشكل عام قدام العالم هذه الحالة، فلا يخافون من هذا الشيء. لكن بالعكس احنا نقول لهم لازم تروحون للشرطة المجتمعية لأنهم قادرين أن يخلصوكم من هذا الابتزاز اللي تعرضوا إليه، ويعرفون شخصية المبتز. نعم. ويحصلون على كل المسجات وكل الصور وأجهزة المبتز. احتمال هم راح يساعدون غيرهم، احتمال راح يروح على غير شخص هم يبتزه. فإذا هو من راح يلتجئ للشرطة المجتمعية والشرطة المجتمعية تقوم يعني يلزمون هذا الشخص ويقومون بإجراءات قانونية معه، احتمال راح تخلص غيرها من نفس المشكلة. وبكامل السر يتعاملون مع مع الأشخاص اللي ابتزوا. نعم. بس استهم بين اكو نقطة سلبية يمكن بالموضوع، أنا عن طريق حالة واجهتني حلتها للشرطة المجتمعية بالإجراءات اللي سووها مؤخرا، لازم هي تروح تقدم شكوى للمحكمة. أكيد. فأنا أحكي على مستوى بنية طالبة ممكن عمرها 13 14 سنة، هي ما تريد أهلها يعرفون، فتقول لي أنا شلون أطلع من البيت وشلون أوصل للمحكمة، فيا ريت لو تكون في التسهيلات عندهم للسن. نعم، لا اكو هيك تسهيلات. أنا هم شفت ويا الشرطة المجتمعية اكو حالات تنحل دون اللجوء للقضاء، يعني يتكتمون على سرية على الشخص، على يعني إذا هي طلبت أنا بس قصدي تثبيت الدعوة، إنه أنا إذا أشتكي على شخص ابتزني. نعم. ما يستقبلونها على الخط الساخن إلا تروح تقدم الطلب بالمحكمة. مو أنا حتى أشتكي على شخص لازم أكو حتى تكون دعوة لازم أكو مشتكي. صح، بس إحنا بدنا نقول بنات ومراهقات وما يقدر يطلعون. المشتكي راح يشتكي، ما راح هنا دور التوعية. إحنا إذا راح نبقى نخاف، إذا هاي البنية راح تبقى يزيد الموضوع سوء، راح تتعرض لابتزاز اكثر. ازدياد كبير بالابتزاز راح تتعرض لابتزاز اكثر. هي مجرد حتقدم الدعوه، حتقدم الشكوى ضده وخلاص، بعد خلاص القضاء هو حياخذ مجرى. والشرطه المجتمعيه هي حتتواصل وياهم. بس اذا هي ما تقدم حتسكت، يعني شنو اللي افضل؟ انه تبقى ساكته وتخاف، وهذا حيبقى يبتزها ويكبر الموضوع اكيد ويتوسع وممكن تنفضح اكثر. صحيح. بينما تروح للمحكمه مجرد تقدم شكوى وخلاص. هذا القوقعه اللي احنا بيها، انه صغيره وشون تدخل المحكمه وشون تقدم شكوى وتخاف وعيب. مو هذا اللي دا يصير بالخفاء ممكن حيصير بالعلن، اللي هو الابتزاز. حاليا دا يبتزها بالخفاء، بس بعدين بالعلن حينتشر الموضوع.
صح لو لا؟ مره مرتين قدرت يعني تسايره تقدم اللي هو يريده، بس بعدين راح يظل يبتزها بالزايد. بس بعدين فهنا للتوعيه دور كبير، توعيه المجتمع. حتى لو كنت صغيره، حتى لو كنت 15 14 ايش قد ما كان عمرك، من اي احد يبتزك تواصلي ويا الشرطه المجتمعيه وتتبعي التعليمات اللي يقولوا لك هسه قبل كم يوم صارت حادثه انه بنيه هي اللي مبتزه بنيه اخرى اللي هي صديقتها مقابل نسبه من المبلغ مالي. لو تعطيني هالقد مبلغ لو اني انشر صورك على مواقع مو بس بنيه، هسه بنيه اكو ابتزاز من قبل فتيات لشباب. صحيح، ابتزاز. فهذا الموضوع ما يخص بس المراه او بس يخص الرجل، لا، يعني الطرفين ممكن يتضررون. كيف ممكن نوعي المجتمع من هذه الظاهره حتى نحد من تاثيراتها السلبيه؟ أنا قلت توعيتها بشكل قانوني، لجوءها للشرطة المجتمعية. نعم. لازم لجوءها للشرطة بشكل قانوني. نعم، بشكل قانوني تلجأ للشرطة المجتمعية وتقدم شكوى. نعم. هيك أنسب طريق وأقصر طريق. أكو يعني توعية أخرى، توعية رقمية تعرف بها الست إيمان من خلال التوعية الرقمية. مو نعم؟ زين، إذا الشخص ما قدر يوصل للمحكمة شنو الشيء اللي ممكن إنه يسويها؟ فعلا كانت خائفه من الوصول للمحكمه يعني، لان احنا عندنا بدنا نحكي عن ابتزاز الالكتروني، والاكثرين اللي يتعرضوا لهم الفتيات اللي مراهقات او اليافعات اللي بالمدارس، وحتى بعض من الشباب اللي ممكن صاحبه همين يسوي عليه مقلب ويبتزه. فذول الفئه شلون تقدر توصل للمحكمه وهي ما عندها قابليه للخروج برا البيت ما عدا المدرسه على سبيل المثال، او فقط تطلع لمكان ويا امها او اختها وهي ما تريد تعلن عن هذا الشيء اللي دا تتعرض له. فبالمقابل يا ريت انه هاي هم رساله نوجهها للشرطه المجتمعيه، ييسرون اجراءات القاصرين والقاصرات فقط. لما الشخص يتصل وتقدرون تتاكدون من عنده من عمره الاجراءات اللي هم يتخذونها، اذا كان دون ل 15 سنه وما عنده قابليه الوصول للمحاكم، يا ريت تكون الاجراءات من يمهم ان هم يتحركون بالتواصل مع المبتز بدون الاجراءات اللي تسبقها لتقديم الدعوه للمحاكم. لانه انا فعلا واجهتني حالات من القرى والارياف ومن الاقضيه والنواحي اللي انا اكثر شيء اشتغل بيها، تقول ست انا شلون اقدر اطلع من بيتنا واروح للمحكمه، وانا اذا رحت للمدرسه راح اروح ويا جروب صديقاتي عن طريق الباص او عن طريق السياره نفسها اللي تاخذني من المدرسه وترجعني من المدرسه، فاني ما عندي وقت حتى اطلع برا هذا البيئه مثلا واروح للمحكمه. واذا رحت للمحكمه ممكن اشوف احد قرايبي، احد يعرفنا وراح انفضح. فاحنا نقول سريه الحاله والخصوصيه. وين السريه اذا انا رحت للمحكمه وانعرفت وكان الشخص اللي دا يسوي المعامله هو قرايبي، صح لو لا؟ فهاي همين ترجع للشرطه المجتمعيه او شويه يسهلون اجراءات على الاقل للاشخاص اللي ينحرجون او ظروفهم ما تسمح يوصلون للمحاكم الموجوده بمناطقهم. نعم. هسه نريد نعرف شنو هي الارشادات اللي تقدموها انتم حتى نساعد المراه او الفتاه اللي تتعرض للابتزاز الالكتروني حتى نحد من هذه الظاهره، كيف ممكن تحمي نفسها؟ أنا برأيي من الناحية القانونية ومن الناحية الاجتماعية. برأيي التوعية جدا مهمة. أوعي الفتيات بالقرى والأرياف أو اللي ما يقدرون يوصلون جامعات من خلال المنظمات، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الإعلام، التلفزيون موجود بكل بيت، الموبايل موجود بكل بيت. ممكن أسوي توعية عن طريق هذه الوسائل اللي موجودة، إنه أي شخص، أي فتاة أو أي شاب يتعرض لابتزاز إلكتروني، أهم شيء لازم ما يخاف، لازم ما يرضخ لمتطلبات المبتز، ما يمسح أي شيء رسله إلى المبتز ما يمسحه، يكون يحتفظ به أو يسكرنه يسحبه، المهم يبقى موجود عنده. لازم نعرف هم نضيف نقطة جدا مهمة، إنه نطالب من الحكومة إنه تشرع قوانين جديدة حتى تحد من هذه الظاهرة. قوانين موجودة، بس مثل ما ذكرت زميلتي اكو ناس او اكو عوائل ما تقدر توصل للمحاكم، فاللي ما تقدر توصل يعني موجودة قوانين اكيد موجودة، لكن اكو ضعف والقضاء دا يتعامل ويا المبتزين بشكل صحيح. تقدرين تعطينا نبذة مختصرة عن القانون؟ نعم، القوانين عندنا قوانين نعم. موجودة، بس مثل ما قلت لك المشكلة بالعوائل اللي ما تقدر توصل للمحاكم، فهنا حيكون إجراءها ويا الشرطة المجتمعية بس تخليصها من هذا الشخص. زين، شنو هي الإجراءات اللي تقوم بها المحكمة؟ طبعا الشكوى لازم بداية الشكوى. أي دعوة ما ممكن تقوم والقضاء ما يقدر يسوي أي شيء، أي قانون ما أقدر أطبقه إذا ما أكو شكوى. لازم اكو شكوى من الشخص المتضرر،
وبعدها القانون ياخذ الادله اللي موجوده، يسحبون السكرينات او الطريقه اللي يبتز بها الشخص المبتز، توصل للمحكمه والقضاء ياخذ مجراه. نعم، هاي من الناحيه القانونيه. نجي على الناحيه الاجتماعيه. خلي احنا نرجع لسبب المشكله، انه هي شلون تعرضت للابتزاز. نعم. احنا عندنا ضعف بالحمايه الرقميه لكل افراد الاسره ولكل افراد المجتمع. يمكن فئه قليله هم الناشطين او الاشخاص الاي تي الموجودين بالمراكز اللي يشتغلون بها المهندسين يعني الرقميين، هم اللي يعرفون شلون يأمنون حساباتهم. اما بقيه الافراد للاسف ما عنده او ما عندها الثقافه الرقميه. احنا بهذا الجانب كجمعيه امل عراقيه دائما تكون عندنا تدريبات اونلاين نسويها لكل الافراد، مجرد عن طريق صفحه جمعيه الامل العراقيه ننزل الرابط ويقدر اي شخص ينضم لهذا التدريب. عن طريق التدريب ايش راح ياخذ؟ شلون امن حسابي من الايميل الى الفيسبوك، شلون اسوي اربط المصداقيه الثنائيه لحساباتي على الانستغرام، على الفيسبوك، على تويتر والى اخره، شلون استخدم كلمه سر صحيحه، لانه احنا دائما اللي نخليه عاده سهله مواليدي واسمي وها هي. لا، الكلمة السر الصحيحة تكون مؤلفة من 8 إلى 12 كاركتر، وتكون بها الرموز اللي موجودة ويا الأرقام أو علامات بجواز سفر أو هوية. بالضبط، هاي تستخدم للمصادقة الثنائية، إنه نربط حساباتنا بالهوية أو الباسبورت مالتنا. فالحماية الرقمية كلش مهم. أنا إذا كان حسابي مؤمن ما يقدر أي شخص يخترقني، وحتى إذا اخترقني ولو هذا مو الابتزاز، هذا الاختراق أو الهكر، حتى إذا اخترقني أقدر أنا أجمد الحساب نفس الدقيقة وما أخليه يخترق الموبايل. لا، هو هاكر نفسه ابتزاز، هو من راح ياخذ الصور، راح ياخذ المعلومات، راح يبتز الشخص. مو شرط عن طريق الموبايل، ممكن نعم. تكون بحفله مثل صحيح. ما نشوف اكو فيديوهات تنشر بعيدا عن الاختراق، تنشر ويسحبها الشخص المبتز ويبتز الفتاة او بالعكس البنيه تبتز الشاب. واحتمال هذه صور، احتمال هذا راح يخلي شخص يعني تصبح مشاكل بين الزوج والمرأة تؤدي الى طلاق. نعم، والمونتاج اللي موجود، المونتاج والتقنيه نعم. المتطوره فوتوشوب. اللي موجوده، الفوتوشوب اللي موجود، ممكن يستغلون اي صوره يركبون عليها شخص معين ويبتزوها بهالطريقه. ولو احنا حاليا يمكن واصلين لمستوى لا بأس به، يعرفون يميزون بين الفوتوشوب وبين الحقيقي، خصوصا بالمحاكم. اكو يمكن شخص محترف هو اللي يقدر يميزها من هاي الصورة مفبركة أم حقيقية. حتى بحالات الطلاق، احنا لما يصير عندنا حالة طلاق تعتمد على الخيانة الإلكترونية، تقدر تطلب المحامية من صاحبة الدعوة انه ترجع لشركات الاتصال وتزودها بالتسجيلات الصوتية او المكالمات اللي تمت بها الأوقات او هاي الشغلات. يعني هم اكو تيسير بسيط المحكمة توجهها لهم حتى يقدرون يجيبوه كمستند إثبات حتى تاخذ المرأة او الحالة حقوقها به. اما على المستوى الابتزاز الالكتروني وشلون انا مثلا الخطوات اللي اسويها، ما عدا الشرطه المجتمعيه، احنا كمراكز ارشاد اسري موجودين بداخل كركوك والاقضيه النواحي التابعين لها، ايضا نستقبل الحالات اللي ترجع لنا من حالات الابتزاز الالكتروني ايضا بسريه تامه، وجلسات اللي تسويها. ما هي الاجراءات اللي تقومون بها؟ بالضبط، اول ما تيجي الحاله تاخذها الباحثه الاجتماعيه وتبدي هي من يمها تحيلها الى الجهات المختصه. ما عدا احنا الشرطه المجتمعيه عندنا ايضا الامن القومي موجودين، والخط الساخن للطوارئ همين موجود، الخطوط الساخنه للامن والى اخره، كلها تكون عندنا مزوده مثل قائمه موجوده، ترجع الباحثه الى هاي القائمه وتشوف يا جهه انسب تحيل هاي القضيه. مرات انا اللي يبتزني موظف من الدوله هو نفسها مثلا، او يكون شرطي بالشرطه الاتحاديه، او شخص يداوم بمكافحه الارهاب، فهي يعني حسب المكان اللي تتعرض له الابتزاز الحاله احيلها للشخص المسؤول عليه. هذا يسهل عليه اجراءات. احنا عن طريق تنسيقاتنا وعلاقاتنا الجيده بالمجتمع والثقه اللي كاسبينها من الوجهاء والرؤساء اللي موجودين والقيادات الموجوده داخل كركوك، ده تسهل علينا بعض الاجراءات، لانه مو كل مره الحاله تقدر تثبت الدعوه، فمرات بتليفون واحد انت بتنسيقك ويا مركز شرطه يقدر يتجاوز هاي الاجراءات لمراعاه الخصوصيه الموجوده يم الحاله، حتى لا تنفضح ولا حد لا يعرف اللي تمر به، يقدرون يحلوا لها المشكله بسريه تامه. نعم، ما هي رسائلكم لكل فتاه او امراه حتى تبقى بعيده عن هذه التاثيرات السلبيه لمواقع التواصل؟ مثل ما قلنا الوعي كلش مهم جدا، وحمايه نفسها من خلال انه ما تنزل صورها او يعني
بهالطريقة هذه تحمي نفسها، تحافظ على صورها، ما تخضع للمبتز. نعم. هل هناك رسائل أخرى؟ يمكن أنا شوية أختلف مع أنه أنزل صورتي، لأن أنا شخصيا حسابي بيه كل صوري، لكن أنا ما أقبل صداقة أي شخص مجهول. فإذا حددت النطاق للبيئة اللي أنا أقبل بها الصداقات، وأنا أعرف مثلا أنه زميلتي هي هاي بياي بالدوام وحسابها أيضا معروفة موثق، أقبلها وأقدر أنزل بيه صوري، لأن مرات أنت إذا تريد تثبتين شغلك مو صور شخصية. أنا سويت فد نشاط فأريد أنزله حتى أرفع بمستوى وعي معين بموضوع معين، فأحتاج أنه أنا الصور كدليل إلي. فممكن أنا أقول أنه نحدد المعايير مال استخدام الهاتف. تبدا من الاهالي، اذا انت عندكم شخص دون ال 12 سنه يسوي حسابات فهو موجود يقول لنفسي او لطفلي، فدور الاب او الام يسويه لطفلي حتى يرجع يربط حسابه بحساب الشخصي للاباء والامهات، فبالتالي يراقب ويتابع اللي يصير بموبايلات اطفالهم. اما اذا كان شخص بالغ فتامن المصداقيه الثنائيه لحساباتها وتربطها بحسابات الاخ الاكبر، الام، الاب، حتى ايضا ساعه الساعه يقدر احد من الاهل اللي ما راح يعرضوها للاذى يتدخلون ويساعدونها. هاي كلها نرجع لها للتوعية. التوعية. لأنه مو كل عائلة تعرف تربط حسابها، ولا كل عائلة تعرف تحدد البرامج اللي يستخدمها أقل من ال 18 سنة. نعم، هاي كانت أبرز التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني. نجي إلى حالة أخرى وهي مشاكل اجتماعية نقدر نسميها واقتصادية، اللي هي العوز والفقر، والاجتماعية الأهل يزوجون بنتهم وهي قاصر. شنو هو يعني أكثر الضغوط نفسية أيضا هي من المشاكل الأخرى التي تتعرض لها الفتاة. شلون نقدر نحد من هذا الشيء أو نوعي الأهل أنه لازم ما تزوجون يعني بناتكم وهم أطفال تحت السن 18؟ وشنو هو دور الحكومة يعني بعدم تزويج القاصرات؟ بدها تكون خارج المحكمة، الحكومة بدها تقوم بإجراءات حتى تحد من هذا الشيء. لتقليل حالات الطلاق. نعم. أكيد زواج القاصرات والزواج المبكر سبب أساسي في ازدياد حالات الطلاق. عندنا وكذلك العنف الأسري اللي موجود بالأسر، وهذا طبعا يعني يؤيد القانون المادة 41 من القانون العقوبات العراقي بحق التأديب، يحق للزوج ضرب زوجته. بالتالي هنا حتزيد حالات الطلاق بسبب العنف اللي موجود، وحتتوتر العلاقة الأسرية. فيعني إلغاء هذه المادة، لأنه ما يحق للزوج تأديب زوجته. يعني صحيح. على أي أساس تعتبر يعني بعد أكو قانون، على أي أساس تعتبر الزوجة هي ما مؤدبة حتى يأدبها الزوج مثلا؟ صح لو لا؟ فأنا أشوف هذا فقرة أو مادة جدا مجحفة بحق المرأة، وهي أصلا مخالفة للدستور العراقي. كذلك يعني يا ريت لو تكون عندنا مراكز تأهيل المخطوبين. نعم. المخطوبين هذه المراكز جدا مهمة، واكو تجارب دول مجاورة عندها هذه المراكز وفعلا عندها نتيجة إيجابية. هذه المراكز ممكن يعني توعيهم بكيفية التعامل مع الحياة الزوجية، مع التغيرات في الوضع الاقتصادي. ماكو شيء ثابت، ممكن تتزوج شخص وضعه المادي زين جيد بعدين يختلف الحال، فهنا حيسبب مشاكل بيناتهم. كيفية فهم العلاقة النفسية لكلا الطرفين. عذرا نضيق الوقت، خلينا نستمع. راح أكمل على ما ذكرته زميلتي الجوانب الاجتماعية. احنا عندنا أنواع للعنف، فأهم مسبب لحالات الطلاق العنف. عندنا 5 أشكال للعنف، يمكن احنا كجلسات توعية نستخدمها: العنف الجسدي، العنف الاقتصادي، العنف النفسي، العنف القانوني، العنف اللفظي وإلى آخره. فهاي الاسباب مالت العنف وين تتراكم؟ عند الزوج او عند حتى الزوج بعض الحالات دا يتعرض للعنف، لكن حالات نادره. الحالات الاكثريه الزوجه هي اللي دا تتعرض للعنف. هذا يرجع لثقافه المجتمع. احنا مجتمعنا مجتمع ذكوري، سلطه الذكر به اعلى من سلطه المراه. اذا هنا نفتقر الى وجود قانون مشرعه حتى تدعم المراه وتحد من ظاهره العنف اللي تتعرض لها. نعم، ما عندنا قانون العنف الأسري. نعم. قانون مناهضة العنف الأسري موجود بالبرلمان، بس لحد الآن ما تشرعوا هذا القانون. طبعا هواية أسئلة وأيضا هواية شغلات ما تكلمنا عنها، لكن انتهى وقت البرنامج. شيء أخير حابين تضيفوها؟
والله احب اضيف على دور الاهل والسكن اللي يلزمون، اكو اهالي يلزمون الزوجين بالسكن مع الاهل طبعا بسبب الوضع الاقتصادي، فهذا الى حسب بدنا نشوف بالمحاكم تدخل الاهل ووجود الزوجين داخل الاسره الكبيره يسبب مشاكل كبيره جدا. حبيت الفت الانتباه والفت النظر على هاي النقطه. لازم الزوجين يكونوا مستقلين بحياتهم بمشاكلهم حتى نقلل من حالات الطلاق. أنا دعوة للمحاكم العراقية أنه تبطل أو تلغي أي زواج تم خارج المحكمة واعتماد فقط على الملة، نلغي هاي الحالات حتى يضطرون الأهالي يلجؤون إلى المحاكم وبالتالي يعتمدون على السن القانوني للزواج. شكرا على تواجدكم اليوم معنا، كنتما ضيفتين عزيزتين. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أعود وألقاكم بحلقات أخرى ومواضيع أخرى، إلى اللقاء.